يا رجاله، احنا النهارده ايه؟ انا يعني كنت لسه مخلص كليه وبعد كده هروح محافظه تانية خالص، فلغايه القطر بقى فدخلت لقيت المول ده لسه فاضل قدامي ساعه على القطر، فلقيت ايه المول ده هدخل بقى الف فيه. يعني شكلي انا عارف النهارده ايه مش مظبوط، شعري كبير ومتعور هنا وبتاع، بس يعني هنشوف. تعالى كده بص كده المول ده، حاجات حلوه هنا في المول ده. ساتورن ده واحد من اكبر المحلات الالكترونيات، وهنا السيون ده وهنا ده محل برضه شنط كده اسمه دوجلاس، اعتقد موجود برضه يعني معروف. والسيون ده والمول اصلا شكله حلو يعني. فالنهارده كمان النهارده ايه يوم الجمعه، فجمعه مباركه يعني، معرفش هتشوفوا الفيديو امتى، بس يعني جمعه مباركه وعندنا بقى ايه، عندنا وقت بس، فهندخله بقى نلف شويه. هو ده المحل كله حريمي ليه؟ تعالى تعالى. اكيد في ركن، او الركن اللي هناك رجالي، جلد النمر ابو هشيم. كل ما اشوف جلد النمر افتكر ابو هشيم. تعالى كده مثلا نشوف التيشيرت ده ايه. يعني التيشيرت ده كده ب 26 يورو. هو التيشيرت خامته حلوه بس يعني غالي على 26 يورو. وهنا البتاع ده برده ب 30 يورو. في هنا بنطلون اهو ب 40 يورو. فين ايام مصر الواحد كان يدخل كده ينزل المنشيه لمحطه الرمل يلاقي كل حاجه. لا بس خامه البنطلون ده ما احبهاش، اللي بتتمط دي، عامله شبه عارف انت. بس وانا كاتبين اهو يعني حتى الحاجه 39 99. يعني انا مثلا احب انا التيشيرتات اللي زي دي، احب انا الحاجات اللي ما احبش الحاجات الساده قوي، وفي نفس الوقت ما فيهاش شغل كتير، فاهم؟ يعني الحاجات دي، بس انا ما اعرفش ليه طويل كده يعني، لابس جلابيه. احب برضو الحاجات دي جدا، احب الستايلات دي بقى، الستايلات بتاعتي دي. بص يعني ده مثلا ب 50 يورو، اه ده ماشي يعني، ده 50 يورو فيه حلو يعني، مش غالي. وانا اعتقد اللون ده احلى من الاسود يعني. في برضو حاجات انا احب انا الحاجات الكروات دي برضو، هنشوفه بكام. واو ده ب 20 يورو بس، والله جامد. يعني بص، لا وخامته تحفه، يعني الخامه بتاعته تقيله، اللي هو شتوي مش صيفي، فاهم؟ بس طبعا يعني شتوي بالنسبه لمصر، يعني اتلبس عليه هنا حاجه بس جميل. ب 20 يورو. لا انا لما ارجع من جسر عايزين نلفوا لنا لفه كمان. وفي هنا برضو حاجات لعب الاطفال دي. وهنا في ايه، آه يعني مطاعم بقى. هنا في الكراي. الكراي ده اللي هو اسمه ايه يعني، مش عارف ايه، الفرن مثلا. فاهم؟ حاجات بقى ايه، اطعمه، حاجات كده. الحته دي كلها ايه، مطاعم. وهنا في جزم جوه، تمام. كي اف سي. الحته كلها ايه، حاجات حلوه. في بقى بص المطعم المحل ده بقى، بص المحل ده ايرو شوب. ايرو شوب ده جامد. كل حاجه في المحل ده بايرو، فاهم؟ او كانت كل حاجه فيه بايرو، بس دلوقتي بقت ايه يعني، بايرو و20 ايرو 50 كده يعني. بس هو يعني اغلب الحاجه هو حتى اسمه ايه، ايرو شوب، يعني كل حاجه بايرو، فاهم؟ وهنا زاتورن هندخله فيه دلوقتي، بس ندخله الاول ايه، الايرو شوب. بصوا بقى المحل، يعني في المحل ده فيه حاجات كتير قوي، حاجات يعني بتستعملها، حاجات ممكن ما تستعملهاش خالص، بس يعني كلها حاجات لذيذه، فاهم؟ ممكن تدخل فيه هنا تصرف الحاجه اللي هو المحل اللي تلاقي كل حاجه فيه بايرو ده، تفضل صارف فيه 50 ايرو مثلا. بص هنا الفنجان الكبير، الحاجات دي بقى ايه، حاجات الزينه دي، بحب انا الحاجات دي الصراحه، فاهم؟ هنا برلين ودي طبعا ايه، برلين برضو. كل دي حاجات هنا في برلين. ماشي، سيبنا بقى من الحاجات دي. هنا برضو ايه، كل دي كوبايات. بص هنا مثلا الحاجات دي، مثلا الكوبايات دي كبيره اهو، يعني مثلا الكوبايه دي كلها كده، المج ده كله، فاهم؟ بص قد ايه، قد وشي، ب 2 ايرو، فاهم؟ المفروض كان بيورو يعني، بس حاجه غلط بقى. والقطاعات بقى والصواني والحاجات دي كلها، لما تعيش بقى ايه يعني الاغتراب بقى، وتبقى مغترب وبتاع، تبدا بقى تبص على الحاجات دي، الكوبايات، الصواني، الحاجات اللي ما كنتش بتبص عليها دي اصلا. بص الالعاب بقى والكلام ده. بص بقى ايه، في برضه حاجات الزينه، هتلاقي هنا كل حاجه، حتى الهدوم هتلاقي، بص كل حاجه هنا موجوده. هنا في افلام بقى وحاجات الاعياد الميلاد والخيوط والكلام ده كله. حل لذيذ، انا ده من المحلات اللي انا بحبها الصراحه. بص هنا برضو النضارات دي، نضاره بايرو ولا ب2 ايرو باين، فنضارات حلوه الصراحه. بص مثلا النضارات دي كده كلها، دي نضاره يعني ايه، عيالي شويه بس يعني، بايرو برضو. بص بقى رجاله، ده ايه، ده زاتورن بقى. في هنا يعني اكبر محلين هما زاتورن والميديا ماركت، وهما الاثنين يعني يعتبروا حاجه واحده، فاهم؟ بس فهنا هتلاقي بقى كل حاجه، كل حاجه ليه يعني، كل حاجه بتشتغل بالكهرباء هتلاقيها. بص هنا في العاب، انا بحب انا الحاجات دي بقى، دي الحاجات بتاعت الاطفال بقى والمكعبات وبتاع.
فاهم. المراوح دي الحاجات دي، يعني المراوح دي حاجات جديده هنا في المانيا، لان يعني المانيا مش حر، فما كانش في مراوح اصلا. فاهم. فالمراوح دي حاجات جديده، فمستحيل مثلا تدخل بيت واحد الماني تلاقي تكييف. فاهم، يعني الحاجات المستحيل تلاقيها في المانيا اصلا التكييف دي. بص هنا بقى طبعا ايه مكان القهوه دي رقم واحد في المانيا يعني. رقم واحد في المانيا القهوه، البيره يعني، والبيره على طول. فاهم. يعني هم دول اهم من الميه بالنسبه لهم، مدمنين قهوه وبيره. وهنا في المانيا يعني بمناسبه البيره، هنا المانيا رقم واحد في العالم في البيره. فيها انواع من البيره. بص هنا بقى مكان الحلاوه. بص هنا بقى دي عشان ايه برضو مع انتشار الحر، فدي ايه مروحه كده صغيره بتمسكها كده. فاهم، انا جبتها ماشي معايا ايه، حطيت فيها الحجاره، بتخلص الحجاره في 3 دقايق، ما استفادش فيها حاجه، وفي الاخر بترميها في البيت ما فيها اي حاجه. المراوح بقى الصغيره، بص المراوح بجميع الاحجام. ندخل بقى على الركن اللي انا دايما بدخله بس. فاهم يعني انا بدخل ما بشتريش، بس بتدخل بس. ركن التلفزيونات. بص بقى، بص الجمال بقى، بص 4K. بص الجمال، بتحس ان انت عايش جوه. تخيل انت كده، بص انت عايش جوه التلفزيون. يعني كانك ايه، فاهم. تخيل كده انت تتفرج هنا على فيلم رعب او فيلم اكشن، فيلم عربيات. يا سلام لو تتفرج هنا على فيلم عربيات، ولا ماتش كوره مثلا. بس كده تبقى خلاص انت كده وصلت. فاهم. تدخل بقى ايه طبعا انت تخليك يعني ايه بس مثلا تعالى نوريكم الاسعار. يعني مثلا التلفزيون ده كله بايه، ب 2299. هنا ده 2800. اوبا بص بقى الوحش ده ب 6000. هو الصراحه مش خساره فيه 6000. فاهم، بس ده مش يعني، ده طبعا مش اي حد يشتريه ابو 6000 يورو ده. بس تدخل بقى هنا مثلا، ده ايه ده جبار، ده سينما لوحده ده. ده سينما. بص حتى بالبتاع جنبه، البتاع تحت السماعات والكلام ده سينما. انت بتشتريه مش عايز حاجه تاني من الدنيا. تعالى بقى ايه ندخل على الاركان التانية. هنا بقى طبعا بيجيب لك تلاحظ بقى هنا فرق الكواليتي بقى. تلاحظ هنا فرق الكواليتي ما بين كل تلفزيون وتلفزيون. وهنا بقى تلفزيونات سامسونج. بحب انا حاجات سامسونج الصراحه، التلفزيونات والموبايلات برضو بتاعت سامسونج بحبها. فاهم. بص الالوان حاجات يعني ما شاء الله، عظمه. بص مثلا هنا بقى البوتاجازات. هنا يعني كل البوتاجازات كده، فاهم اللي هو ال- البوتاجازات كده مش نار وبتاع، لا ده كهرباء. فاهم، تفتح كده فالكهرباء، وفيهم كتير قوي بيتقفل. بص دول كده بيتقفلوا كده ايه، الامان عشان الاطفال. فاهم. بس فمختلف بقى الاشكال، بص كلها هي ما فيش عيون ما فيش نار، هو دي كده هنا يعني. وهنا بقى التلاجات، حاجات بقى الحلوه دي. بص يعني مثلا التلاجة دي ايه عليها خصم 1349 بدل 1500. وهنا الوحش الكاسر ده 1899. يعني انت الحاجات غالية برضو الصراحة، هي غالية برضو على حسب اللي بيشتغلوا هنا. فاهم، بس مش غالية زي مصر. يعني انت مصر عشان تجهز البيت محتاج ثروة. لكن هنا يعني ممكن ايه العريس والعروسة كده بيظبطوا بعض. ويعني ومن ضمن اجمل الحاجات هنا اللي ايه، ان يعني مش كل حاجه على العريس وبتاع، ولا كل حاجه على العروسه، واساسا مش لازم يشتروا كل الكلام ده. يعني هو عادي يعني غساله مع ثلاجه صغيره كده في البيت وتلفزيون وخلصت، واتجوزوا. ممكن يتجوزوا في شقه فاضيه اصلا. فاهم. هو العريس والعروسه بيدفعوا ثمن الشقه وخلصت. فدي حاجه جميله. تعالوا بقى ايه مشوا ايه في البارك بتاع العربيات كده، يمكن نلاقوا حاجه حلوه كده ولا حاجه. حته فراري كده ولا لامبو، ما اعتقدش يعني، بس فاهم. بس في حته اودي هنا ايه. فاهم، شكل السما جامد بقى. وفي الوقت اللي انتوا يعني بتشتكوا فيه من الحر، احنا بنلبس جواكت. لا وعلى مد البصر كده مفيش حاجه حلوه، يعني مفيش حاجه اللي هو تجذب الانتباه. تعال نشوفه جوه. هو الدنيا بقى ايه هتشتي دلوقتي، فهو ده المول من فوق شكله حلو الصراحه. بص كده شكله حلو. والكراسي اللي تحت دي كراسي مساج. فاهم، بتقعد بقى عليها ايه، تحط ايرو باين وتقعد بقى تعمل مساج وبتاع. والمنظر جامد من فوق. بص في تحت بقى ايه محل الدايشمان ده بتاع الاحذيه، يعني من اشهر محلات الاحذيه هنا. وفي تحت برضو تيكا ماكس. وفي الهاوند ام اهو، ممكن ندخلوه دلوقتي. هنشوفه. وهنا الهاوند ام. احب انا قوي الستايل والتنظيم والالوان بتاعت الهاوند ام. هو كلها ابيض واسود فاهم، بس يعني التنظيم حلو. يعني بحب انا الشكل. بص هنا ده قسم الرجالي، فوق طبعا ايه القسم الحريمي. ف خلعنا منه. هاوند ام، بحب انا حاجه الهاوند ام الصراحه. شنطه.
في هنا شنط، في تيشيرتات هنا سادة، بس مثلا التيشيرت ده مثلا كده ب 18 €، يعني ما اجيبوش انا ب 18 € التيشيرت ده، فاهم؟ هو عشان الهاوند ام يعني، والحاجات دي برضه مش الحاجات بتاعتي، فاهم؟ انا ممكن مثلا اشوف حاجة زي كده، جاكيت بومب كده، ايه ده بكام؟ ب 35 €. اوكي، يعني ده برضه مش الغالي قوي. ده قط بس تحفة، يعني الخامة بتاعته جامدة. ده كام ده؟ ده اكيد اغلى من اللي هناك. بص نشوفه ده كده بكام. اه مش قلت لك ده ب 40 €، 41 €، لان ده خامته احلى بكتير من التاني، بس ده عيبه انه قط. في هنا بقى ايه الاستيراد كلها، القمصان، الحاجات دي. ده برضه خامته جميلة، اللون ده حلو. بس حلو هنا البروف، احب انا البروفات الصراحه. في انا برضه مرايه هنا، احب انا المرايات الصراحه. بس يا رجاله، فايه ده كان فلوج كده على السريع، فاهم؟ انا طلبت معايا ان انا اصور كده، انا ما كنتش ناوي اصور اصلا. اشوفكم في فيديو تاني. ام ايه